إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. حوار العقل. حكمة الله أحكمت كل أمر فاستمرت للمحيي الحكام. حوار العقل برنامج يعده ويقدمه أحمد عبد الظاهر. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء الذي يسرنا أن يكون معنا فيه الأستاذ الدكتور محمد داود، أستاذ الدراسات اللغوية والإسلامية بجامعة قناة السويس. أهلا وسهلا ومرحبا دكتور محمد. أهلا ومرحبا. ونحن بصدد دفع بعض الشبهات التي يحاول البعض إلصاقها بالإسلام. نجد شبهة قديمة حديثة تتردد كثيرا وكتبها الكثير من المستشرقين ومن غير المستشرقين، وهي أن القرآن فيه بعض الآيات التي تدعو إلى القتل والتي ترهب الناس، ومثل هذا الكلام لا بد له من وقفة، وخاصة أنه بدأ يتردد مرة أخرى ويطفو على السطح من جديد. نحاول أن نرد على تلك الشبهة. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين، وبعد. فيا أخي الكريم، نحن ندعو العقلاء على الكوكب الأرضي كله أن يتأملوا وأن يتدبروا جملة من الحقائق في هذه الآيات بالمنهج العلمي. لا يمكن أبدا 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 أن يعزل نص من سياقه. فيرس أستاذ مدرسة السياق في المدرسة الإنجليزية في بريطانيا قال: لا تسألني عن معنى الكلمة، ولكن أخبرني عن السياق الذي وردت فيه أخبرك عن معناها. نعم. لا يمكن، وهذا بلغة محدودة هي الإنجليزية. نعم. فما بالنا بالعربية؟ نعم، هذه قواعد علم الكلمة تسري في كل اللغات. نعم. لا يمكن أبدا أبدا بحسب قواعد المنهج العلمي، نعم، أن يعزل نص عن سياقه. تعالوا بنا لنرى سياقات هذه الآيات. نعم. أولا، هنالك تمهيد أساسي. هذا الدين اسمه الإسلام. نعم. يعود إلى مادة السلام. نعم. وتحيته السلام، والجنة هي دار السلام. وفي مفتتح سور القرآن كله ما عدا سورة واحدة تجد فيها بسم الله الرحمن الرحيم. دين يقوم على السلام وعلى الرحمة، فما موقع القتال فيه؟ القرآن يخبرنا بجملة من الحقائق. ندعو العقلاء أن يتدبروا معنا هذه الحقائق. أولا، الإذن بالقتال في الإسلام لمن ظلم. نعم يا أستاذ أحمد، لمن ظلم. يعني هنا سماح لمن ظلم أن يدافع عن نفسه. ما شاهد ذلك في القرآن وما دليله؟ ذلك قول الله عز وجل في سورة الحج: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. الله أكبر. ظلموا. وإن الله على نصرهم لقدير. المظلوم، المعتدى عليه، كل الأفكار البشرية وغير البشرية، كل المناهج تقر بحق المقاومة. نعم. ثم أنهم يقاتلون. الآية نفسها تقول: نعم. أذن للذين يقاتلون. نعم. يعني هم لم يبدأوا بالقتال. لا، يقاتلهم غيرهم يعتدي عليهم فيدفعوا الاعتداء. فليدفعوا. إذن حق المقاومة حق مشروع يا أخي.
حق فطري. نعم. يعني الطفل من نعومة يعني أظفاره. أظفاره وهو عنده فطرية المقاومة. نعم. المقاومة حق فطري وحق تشريعي وحق إنساني وحق عقلي لا ينكره أحد. مم. مم. هذا هو الذي ينبغي أن نقف عليه في كلام الباري وحكمة الباري. وحتى في القوانين الوضعية الحديثة هناك الدفاع الشرعي عن النفس. الله يبارك فيك. هو حق من حق حقوق مشروع، حق مشروع بقوانين البشر. إذا نؤكد يا أستاذ أحمد، نؤكد مرة وألف مليون مرة أن الإذن بالقتال في الإسلام لمن ظلم، لقول الله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. سبحانه جل جلاله. سبحان الله. يا أخي، ومن عظمة هذا الدين، بل شمس العظمة تتجلى في هذا التشريع الرباني، أن الإذن بالقتال الدفاعي الذي يقاوم الظلم، انظر إلى العظمة، واكبه وصاحبه نهي عن الاعتداء. يعني إذن حتى ليس مطلقا، ليس أمرا مطلقا، وإنما محدود بحدود بقدر ما تدفع هذا الظلم. يقول ربنا: والحق ما قال الخالق سبحانه جل في علاه: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. الله أكبر. ولا تعتدوا. ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. إذن التشفي والتنكيل وما يعني يحدث في بورما وما يحدث هنالك في فلسطين من إسرائيل وما يحدث من كذا لا يسمح الإسلام به حتى في وقت الحرب. نعم. بنص القرآن: ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. أخي الكريم، وأيضا الذين يقاتلونكم، يعني نفس الآية هذا تأكيد على المعنى الأول. نعم. أن الإذن بالقتال في الإسلام لمن ظلم. يعني إذن لا يأمر الإسلام بالقتال بداءة. لا يأمرك أن تبدأ أحدا بالقتال. إنما هي المقاومة وهي الحرب الدفاعية، وهي محفوفة ويصاحبها ويواكبها نهي عن الاعتداء. نعم. انظر أخي الكريم، قد يخرج علينا واحد ويقول: انظروا إلى واقعكم أيها المسلمون، ما الذي يحدث؟ أقول: قرآن الله حجة على كل البشر. من خالف هذه النصوص فهو مخطئ. نعم. القرآن حجة عليه، وليس هنالك أحد يعتبر حجة على القرآن بحال من الأحوال. نعم. أخي الكريم، أيضا من الحقائق القرآنية في هذا المعنى أن القرآن الكريم يؤكد، نعم يؤكد تحريم الحرب العدوانية، فحرم على المسلمين محاربة من لم يحاربهم ولم يعتد عليهم. قال تعالى في سورة النساء: فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. نعم. نهي جديد وقيد آخر. حقيقة. يعني إذا هنا القيد أنا أفهم منه دكتور محمد إذا أذنت لي أنهم كانوا سيبدأون المعركة بالفعل، فإن اعتزلوكم يعني بعد أن كادت المعركة تقع وليس هم مسالمون أصلا، فالمسالم أصلا لا عدوان عليه من الأساس، ورجع عن العدوان فورا نعود إلى السلم. وألقوا إليكم السلم يعني بعد أن كادوا يحاربونكم. نعم. سبحان الله. فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. إذن القرآن يؤكد تحريم الحرب العدوانية، وهذا
وهذا من عظيم تشريع الإله الخالق سبحانه وتعالى. سبحان من هذا شرعه وهذا بيانه، وما يعقلها إلا العالمون، وما يذكر إلا أولو الألباب، فاعتبروا يا أولي الأبصار. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقتنا هذه نتقدم بالشكر للأستاذ الدكتور محمد داود، أستاذ الدراسات اللغوية والإسلامية بجامعة قناة السويس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حكمة الله أحكمت كل أمر فالسلام حوار العقل، برنامج أعده وقدمه أحمد عبد الظاهر.